وانت من الناس اللي بيجي لك ايميلات سبام، اتصالات كتيره من شركات غريبه، فده معناه ان بياناتك الشخصيه، اسمك، رقمك، عنوانك، ايميلك، متوزعه وموجوده على الانترنت. وفي شركات اسمها داتا بروكرز، دي شغلانتها انك تجمع بياناتك من غير اذنك من كل حته. يعني ببساطه انا مش بقول لك سجل نفسك من جديد، انا بقول لك في شركات موثوقه شغلانتها انها تدور على بياناتك اللي هي اوريدي منشوره على الانترنت، وبتبدا تبعت طلبات رسميه عشان تمسحها بالنيابه عنك. الشركات دي اصلا موجوده في بعض الاماكن كتيره. يعني مثلا لما قلت لك قبل كده ان في موقع اسمه ديليت مي، ده موجود في امريكا. في موقع اسمه ايكونومي، دي شركه في سويسرا. في شركه ثانيه اسمها اوبرتوري، دي موجوده برضو في امريكا في كاليفورنيا. في شركه ثانيه اسمها برايفس بي، دي موجوده برضو في امريكا. كلهم بيشتغلوا تحت قوانين وخصوصيه صارمه. يعني مثلا في هنا في اوروبا في حاجه اسمها جي دي بي ار، ارجوك روح اقرا عنها عشان تفهم ليه انا برشح لك الشركات اللي شغاله بالقوانين الخصوصيه دي. في كاليفورنيا مثلا الشركات اللي انا ذكرتها لك في كاليفورنيا بتشتغل بحاجه اسمها سي سي بي اي، دي برضو عامله زي الجي دي بي ار اللي موجوده في اوروبا. يعني دي عليها مراقبه. وعشان اكون واضح معاك، مش كل المواقع امنه. يعني انا مش بقول لك كل المواقع امنه، في موقع معين انا حذرت ان انت اوعى تشترك فيه او اوعى تسجل عليه، ولو حاول تنصح كمان الناس ما تسجلش عليه. اسمه مايند دوت كوم، دول بتاع ولاد العم، دول انا لا اثق فيهم تماما. لان انا لقيت فيديوهات كتير في ناس بتتكلم تروح تقول لك سجل على موقع مايند دوت كوم، هحط لك اسم الموقع. اوعى تسجل في الموقع ده، لان الموقع ده بتاع ولاد العم، ودول لا نثق فيهم تماما. تمام. يعني كمان المهم ان الشركات دي مش فعالة خير، دي شركات اصلا اللي بقول لك عليها دي بتاخد فلوس عشان هي بدورك تلم لك الداتا دي وتروح تمسحها. يعني هي مش بتروح تنشئ الداتا او هتسرق الداتا، لا، هم بيتابعوا معاك لحد ما الداتا دي بتتمسح. وعليه الشركات دي عليها مراقبه. اللي مش فاهم يقدر يسال، روح اقرا على الجي دي بي ار، روح اقرا عن السي سي بي اي عشان تقدر تفهم ليه الشركات دي انا رشحتها. لكن اللي بيهاجم ويقول لك المواقع دي انت بتسجل في موقع، انت مش فاهم الطريقه. انت اصلا، انا بقول للناس، مش كل الناس، انا بقول للناس اللي بيجي لها ايميلات سبام، بيجي لها اتصالات غريبه، حاسس ان هو بياناته منشوره في كل حته، في شركات هي وظيفتها ان انت بتسجل عليها تروح تلم لك الداتا دي وتمسحها بس. اما انت لو بيجيلكش ايميلات كتير سبام، مش حاسس ان انت بياناتك موجوده في كل حته، ما تعملش كده.